السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة 3 حاجات تخلي النرجسي يفكر فيكي ليل نهار. تمام، زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير سبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. من اكتر الحاجات اللي تخلي النرجسي يفكر فيكي ليل نهار هي ابتسامتك، روقانك، قد ايه انتي مقبلة على الدنيا، قد ايه انتي رايقة، على طول هانم كده قصاده كده، ما بتشتغليش كتير في البيت قصاده، دايما بيدخل يلاقيكي رايقة ومبتسمة ومفيش حاجات وراكي، مش بتشتكي من الولاد، مش بتشتكي من البيت، مش بتشتكي من اي حاجة. بالعكس انت قاعدة هادية رايقة، بتضحكي بتهزري بتتكلمي بثبات، عندك ثبات انفعالي حتى في الكلام معاه، مش بتتنرفزي بسرعة، في حالة من الروقان اللي النرجسي دايما بيلاحظها عليك. الحالة دي بتخلي النرجسي يفكر ويعيد اوراقه معاكي، تخلي النرجسي يخاف منك لانه حاسس انك انت في حاجة مش طبيعية، في حاجة جديدة عليه. من اكتر الحاجات اللي بتخلي النرجسي يفكر قوي فيكي هو ابتسامتك اللي بتعني انك انت خرجتي بره الصندوق اللي النرجسي كان حاطك فيه، او انك ما بقيتيش بتخافي من النرجسي زي الاول لانك ما بقيتيش محتاجاله، بقى عندك استقلال مادي، عندك استقلال عاطفي، فكتعلقك بيه الكلام اللي هو بيقوله بتاخديه من هنا تطلعيه من الناحية التانية، يعني عايشة كده حالة روقان، مش مصدقة ألاعيب النرجسي، بتبصي كده وبتبتسمي كده، لكن انتي معرفاه انت مين، وانا عارفة انت مين، وانا عارفة انا مين. القصة دي بترعب النرجسي وبتخلي النرجسي يجن جنونه، بتخلي النرجسي مشتت مش عارف يعمل ايه. ولما النرجسي بيتشتت، ودي نقطة مهمة جدا تاخدي بالك منها، انك انت دايما تشتتي تفكير النرجسي، ما تخليش النرجسي اقول لك ايه يعني يهدى، لا على طول جننيه، يبقى مش عارف ايه اللي وراكي، مش عارف انت بتفكري في ايه، على طول مبتسمة ورايقة كده والدنيا بيس ومش بتتنرفزي على الاولاد والدنيا عادي جدا. فبالتالي النرجسي بيضطر انه لازم يراضيكي ولازم يلم نفسه، لانه مش عارف الابتسامة دي وراها ايه، هو مش عارف الابتسامة دي وراها ايه. كمان من ضمن، طب نشوف الفقرة اللي جاية. من اكتر الحاجات اللي تجنن النرجسي مظبوط هو انك مش بتغيري عليه، او عدم اظهار الغيرة المبالغ فيها اللي دايما بتطمنه انك انت اللي بتفكري فيه. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين النرجسي هو اللي يفكر فيكي، مش تطمنيه انك انت اللي بتفكري فيه. لازم تفهمي انك انت لما بتتكلمي مع النرجسي كتير، تفتحي معاه مواضيع كتيرة، ترغي معاه كتير، تحسسيه بالغيرة عليه، بتراقبيه، بتفتشي موبايله وهو من وراه وهو عارف انك انت بتفتشي موبايله، كل ده بيخلي النرجسي حاسس بالامان وحاسس انك انت مشغوله بيه، وادام مشغوله بيه يبقى انت ايه، لسه بتصدقيه ولسه مش مدركه نفسك، وعمرك ما هتسيبيه، عمرك ما هتنفصلي عنه خلاص، لانك انت ايه، مشغوله في الحواديت بتاعته والقصص اللي بيخترعها لك كل يوم والتاني. تمام. لكن لما بتبقي في نفسك مش بتسألي النرجسي على اي حاجة، راكزة، هادية، مش بتراقبيه، وهو عارف كويس انك انت مش بتراقبيه، فبيبقى الموضوع بالنسبة له في قلق، في توتر شوية، بيبقى الموضوع بالنسبة له
صعب. ايه ده؟ هو في ايه؟ هي ولما هي بقى مش بتغير عليا، ولما هي يبقى في ايه بقى؟ في حد تاني، ولا في ايه بالظبط؟ فبيتجنن. بالطريقه دي انت اللي بتبقي متحكمه اكتر في النرجسي، انت اللي بتبقي مسيطره على النرجسي وعلى تفكير النرجسي. تمام؟ هدوءك، قلة كلامك مع النرجسي بيخلي النرجسي بيقول الله، طب هي مش بتتكلم معايا كتير، يبقى هي بتفكر في حاجة. طب بتخطط لإيه؟ بتفكر في إيه اللي واخد دماغها وشغلها، وهكذا. تمام؟ من أكتر الحاجات التانية برضو اللي بتخلي النرجسي يبقى بيفكر فيك ليل ونهار هو إطلالتك، صحتك. لازم تفهمي حاجة، النرجسي بيقيم الضحية أو بيقيم الزوجة مش من خلال هي لابسة ايه والميك اب واللبس وإذا كان براند ولا مش براند. هو مش بيقيمك من الناحية دي، هو بيقيمك من ناحية صحتك. قد ايه انت قوية، بتعملي حاجات كتيرة في وقت قصير وما بتشتكيش، ما بتتعبيش، ما بتمرضيش، صحتك تمام وبومب وما شاء الله عالي العال. بيقيمك من نقطة صحتك، وبيقيمك من نقطة دماغك وتفكيرك وذكائك ومعلوماتك وثقافتك. دي النقطتين اللي تقدري انك انت تكسبي النرجسي من خلالهم. غير كده مش هتقدري تكسبي النرجسي من خلال اي حاجة خالص في الدنيا. تمام؟ يعني دول اكتر نقطتين مهمين جدا لازم تفهمي. اوعي تشتكي للنرجسي من صحتك، هو كده كده مش هيعالجك، كده كده مش هيجيب لك دواء، كده كده لو حتى وداكي اي مكان فانت مش هتعرفي نتيجة التحاليل، ومش هتعرفي نتيجة التقارير، التقارير الكشف اللي انت كشفتيه. فبالتالي مفيش داعي ابدا انك انت تشتكي للنرجسي من صحتك. حاولي انك انت تتعافي من نفسك، او انك انت تعالجي نفسك بنفسك، ما تلجئيش ابدا للنرجسي. خلاص؟ لازم تفهمي ان النرجسي بينظر للمرض مش اشفاق، مش يقولك سلامتك، مش بيقولك بعد الشر عليكي، لا، بينظر للمرض على انه ضعف، وادام انت مريضة يعني ضعيفة، وبالتالي يهرب منك ويروح يشوف واحدة واثنين وثلاثة. فهمتي؟ مواضيع الصحة دايما تحاولي انك تظهري اقوى شيء عندك، تبقي وردة مفتحة على طول، علشان النرجسي ما ياخدهاش نقطة ضعف عليكي او مبرر بينه وبين نفسه لخيانتك فيما بعد. تمام؟ طيب، النقطة التانية اللي هي معلوماتك وثقافتك وذكائك والكلام ده كله، برضو النرجسي دايما من وقت للتاني هتلاقيه بيختبرك في الامور دي. ومرة على التانية لما بتنجحي في الاختبارات الخاصة بالمعلومات والخاصة بالتفكير والخاصة بالذكاء والكلام ده، بيبدأ انه يعرض عليكي مواضيع ويفتح مواضيع وياخد رأيك فيها. خلاص؟ ده بالنسبة للنساء اللي كانت دايما بتشتكي لي من ان زوجها بيعتمد على اهله في اتخاذ القرار، او ان زوجها بيعتمد على اصحابه او الجيران او ناس بعيد تماما عنها في اتخاذ قرار، وبيتخذ قرارات خاصة بيها وبأولادها. تمام؟ فالنقطتين دول هتخلي النرجسي بيثق في كلامك، بيثق في قراراتك، بيستشيرك في كل حاجة وبينفذ قراراتك، وبالتالي يبقى انت كده بقيتي انت الحماية للنرجسي والأمان للنرجسي، وبالتالي القرارات اللي هتطلع بخصوصك وخصوص أولادك تبقى خاصة بيكي انت والنرجسي، مش خاصة بحد تاني. مش حد تاني اللي بيصدر القرارات دي والأحكام دي عليكي انت وأولادك. وانا عارفة ان دي اكتر نقطة بتضايق جدا 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 زوجات الشخصيات النرجسية، بتبقى متضايقة جدا، لان بتبقى حاسة ان كل مشاكلها وكل حاجة تهمها في ايد الناس اللي بره، وهي مفيش في ايدها حاجة غير اللوم والقهر والذل وبس. تمام؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط الصادق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.